القضاء أسرة القضاء فيما هو كفيل بعقد هذه الندوات العلمية لما فيها من إيجابيات كثيرة لفائدة الساكنة والمواطن بصفة عامة. السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، السيد عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، السيدات والسادة الأساتذة المستشارون وقضاة وأساتذة جامعيين وموثقون ومحامون وموظفون ورجال الإعلام كل باسمه وصفته. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بوجودي معكم في هذه الندوة العلمية والتي اتخذت كعنوان حماية المستهلك أداة لتشجيع المنافسة وتحفيز الاستثمار بقبعتين. القبعة الأولى سيتكلف بها الأستاذ الموثق السيد الصغير، والقبعة الثانية وهي بصفتي كرئيس جماعة القنيطرة. حماية المستهلك هو موضوع لا يمكن اختزاله في قانون 31/08 الذي يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وإنما هو إطار مكمل للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك من خلاله يتم تعزيز حقوقه الأساسية ولا سيما منها الحق في الإعلام، الحق في حماية حقوقه الاقتصادية، الحق في التمثيلية، الحق في التراجع، الحق في الاختيار، الحق للإصغاء إليه. ولكن حماية المستهلك نجدها في قانون المنافسة، قانون التزامات العقود فيما يخص ضمان شأن المبيع، الغبن، العيوب الخفية، قانون المنافسة فيما يخص فريق الأسعار، فيما يخص محاربة الاحتكار. وفي هذا الإطار فقد أعددت كذلك قانون الجماعات الترابية قانون 113/14. في هذا الإطار فقد أعددت تقريرا حول ارتفاع الأسعار ومجالات تدخل الجماعة لحماية المستهلك. أصبح في الآونة الأخيرة، وهذا موضوع الساعة، توفير القفل الغذائية للأسر المغربية الفقيرة والمحدودة الدخل يشكل كابوسا بسبب الارتفاع المتسارع لأسعار المنتوجات الغذائية من خضر وفواكه ومواد استهلاكية أخرى من لحوم وبيض وزيوت وغيرها. وتصاعد الجدل حول الأسباب الرئيسية لهذه الزيادات التي أصبحت الأسر تصحو عليها كل يوم، الذي يعزى حسب المتخصصين. أولا، نزيف تصدير المنتجات الفلاحية، عشوائية التصدير دون مراعاة الأمن الغذائي، الظرفية المناخية الغير مساعدة للبلاد، الجفاف وقسوة البرد الشديد. ثالثا، الظرفية الاقتصادية ما بعد كورونا، غلاء أسعار المواد الأولية المتعلقة بالفلاحة، والحرب الروسية الأوكرانية التي ساهمت في ارتفاع أسعار المحروقات. نتمنى أن تتجاوز بلادنا هذه الظرفية والتي هي عالمية. هذا على المستوى الوطني. أما على المستوى المحلي ديال جماعة القنيطرة، نؤكد على أننا انخرطنا مع جميع الفاعلين في مجالنا الترابي من سلطة إقليمية ومندوبية التجارة والصناعة والغرفة الفلاحية والغرفة التجارية أيضا، وهيئات المجتمع المدني في المجال التجاري والإنتاجي وحماية المستهلك، للعمل على بذل كل المجهودات وإيجاد كل الحلول للحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، مع القيام بحملات توعية فيما يخص العلاقة بين المستهلك والتاجر والمنتجين والفاعلين الاقتصاديين. كما نؤكد كذلك على أننا انخرطنا في كل الحملات التي تقوم بها لجان المراقبة في الأسواق والمحلات التجارية من خلال لجان المراقبة للصهر على تتبع سلسلة التوزيع في المجال الفلاحي حتى لا يستغل المضاربين والسماسرة وضعية الفلاح الصغير. وفي هذا الصدد، على مستوى سوق الجملة الفواكه والخضر التابع لجماعة القنيطرة، يلاحظ ضعف في كمية المنتوجات الفلاحية المعروضة بهذا السوق، لذا تتضافر الجهود للعمل على تطبيق المادة 61 المتعلقة بالقانون 104/12 الذي يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث تنص هذه المادة على أنه يمنع كل منتج أو مستورد أو بائع بالجملة في المدن التي توجد بها أسواق الخضر والفواكه أن يزود البائع بالجملة أو نصف الجملة أو البائع بالتقسيط من غير أن تأتي عن طريق أسواق الجملة، حتى يتمكن سوق الجملة للخضر والفواكه من استعادة نشاطه التجاري والتحكم في الأسعار عن طريق السوق والمنافسة والعرض والطلب. ثانيا، حماية المستهلك القنيطري. نؤكد كذلك على القيام بحملات على مستودعات الخضر والفواكه الغير مرخصة المنتشرة بالمدينة التي تتضع فيها المدخرات من بضائع ومنتوجات فلاحية التي يخفونها بعض التجار قصد المضاربة فيها، مما يدفع إلى الاختلال في التوازن بين العرض والطلب ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار. المادة 62 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
التي تحدد ما هو الادخار السري ومنعه. أما بالنسبة لشهر رمضان الكريم نطلب تقرير مفصل من مندوبية التجارة والصناعة حول وفرة وكميات المنتوجات الاستهلاكية الخاصة بهذا الشهر من تمر وزيت وسكر وبيض وحليب. كما نطلب مراقبة الموازين تفادي للغش في الميزان وإعطاء شواهد مراقبة للتجار وتكثيف لجان مراقبة الأسعار وجودة المنتجات الاستهلاكية وتصدي لكل زيادات غير مشروعة في الأسعار. المادة 67 من القانون المتعلق بحرية الأسعار المنافسة طيلة هذا الشهر الكريم. وهنا بعض الإحصائيات اللي تقوم بها الجماعة، هذا من أجل التنوير فقط، أنه تدخل هذا كامل في إطار حماية المستهلك. حنا بحال قلنا حماية المستهلك ماشي هو قانون ديال 0.8، ولكن هناك منظومة وحتى الجماعة حتى هي وحده من ذاك المنظومة، حتى تقوم الجماعة هناك لجان تتراقب الأسواق، تتراقب لي زاباطوار، المجازر، وهذا داخل كله في إطار حماية المستهلك في الإطار الشامل. دونك كان هناك مراقبه ديال الاثمنه في شهر رمضان لمختلف شهر فبراير 2023 لمختلف الخضر والفواكه. كذلك هناك اللي تسميوه مركز حفظ الصحه اللي هو البيولوجيان، كذلك اللي تيقوم كذلك بواحد المراقبه الدوريه المخابز، المطاعم، المقاهي، المحلات التجاريه، كذلك من التاكد من احترامها للمعايير الجوده. كما انه تكون هناك واحد التوعيه صحيه من المستفيدين. كذلك بالنسبه للتقرير الشهري اللي دار من وزاره الجماعه، حسب احصائيات وزاره الفلاحه والصيد البحري 2019 تم احصاء 17.2 كيلوغرام لكل مواطن مغربي في السنه كاستهلاك اللحوم، هذه معدل كيلو فاصلة 43 كيلوغرام في الشهر لكل مواطن، بينما حسب الاحصائيات التي تتوفر على مجزره قنيطره 7.29 كيلوغرام لكل مواطن في الشهر في مدينه قنيطره. ويمكن تفسير هذا اما بسبب ضعف القدره الشرائيه على مستوى مدينه قنيطره او الذبيحه السريه التي يجب التصدي لها.